رغم إننا عندنا حرية نكون الشخص اللي نفسنا فيه، بس الحقيقة إن طفولتنا بتأثر علينا أكتر ما إحنا فاكرين. طريقتنا في الحب، في الغضب، في الخوف، كلها اتكونت وإحنا صغيرين. دكاترة علاقات أسرية اسمهم ميلان وكاي ييركوفيتش اكتشفوا إن كل واحد فينا عنده أسلوب حب اتكون من بيته وهو صغير. يعني الطريقة اللي بنحب بيها مش صدفة، دي نتيجة تربية وتجارب. ودي 5 أنواع أساسية للحب. أولاً، اللي دايماً بيرضي الناس، البليزر. ده غالباً اتربى مع أب أو أم عصبيين أو بينتقدوه كتير، فكبر وهو حاسس إن لازم يبقى مؤدب ومثالي علشان ما يتزعقلوش. لما يكبر بيكره الخناق، دايماً يقول ماشي حتى لو مش مرتاح، صعب يقول لأ، ممكن يكذب أو يساير علشان يهرب من المشاكل، وبيفضل يرضي الناس لحد ما يتعب وينهار ويهرب من العلاقة. علشان علاقته تنجح لازم يتكلم عن اللي جواه، مش دايماً يعمل اللي الناس عايزاه. التاني، الضحية، الفيكتيم. ده اتربى في بيت فيه خناق، توتر أو عنف، فتعلم من صغره يسكت ويستخبى علشان يعيش. كبر وهو مش واثق في نفسه، قلقان، ممكن يدخل علاقة مع شخص مسيطر زي أهله. هو متعود على التوتر لدرجة إن لما الدنيا تهدى يقلق أكتر. علشان علاقته تبقى صح لازم يحب نفسه ويقف لنفسه وما يسمحش لحد يدوس عليه. التالت، المسيطر، الكنترولر. ده اتربى من غير أمان، فقال أنا لازم أسيطر علشان ما اضعفش. بيستخدم العصبية والغضب علشان يحس إنه قوي. بيحب كل حاجة تمشي بطريقته، وأي حاجة مختلفة بتخوفه. علشان علاقته تنجح لازم يثق في اللي قدامه ويتعلم يهدى وما يستخدمش الغضب كسلاح. الرابع، المتقلب، الفاسيليتر. ده كان أهله مرة قريبين ومرة بعاد، فكبر خايف يتحب وبعدين يتساب. في العلاقات بيتعلق بسرعة، يتوقع كتير، ولما يتخذل ينهار. هو حساس جدا وبيلاحظ أي تغيير في الطرف التاني. علشان علاقته تبقى مستقرة لازم يمشي واحدة واحدة وما يبنيش أحلام كبيرة قوي من الأول. الخامس، اللي بيهرب من المشاعر، الافويدر. ده اتربى في بيت مفيش فيه حضن ولا كلام مشاعر، فتعلم يعتمد على نفسه ويكتم اللي جواه. كبر وهو يحب المساحة، يكره الدراما، يخاف من القرب العاطفي. علشان علاقته تنجح لازم يفتح قلبه ويتكلم عن إحساسه، مش كل مرة يهرب. في الآخر، انت شايف نفسك أنهي نوع؟ اكتب لنا في الكومنتات.